مساء الجمال، يا مساء الهنا، يا مساء العيد ومساء الفرح ومساء السعادة. كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. النهارده تاني يوم العيد، حبيت بقى اصبح كده عليكم او امسي عليكم واقول لكم مساء الفل ومساء الجمال وصباح النور وصباح الجمال برضو صباح التفاؤل. كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. امبارح بقى كنت مشغولة طبعا، اليوم كله كان زي ما قلت لكم. الفيديو بتاع امبارح اللي نزل لكم كان بقى ذبح وكده، وكنا مع بعض في مع يعني ذبح الاضحيه وكده، وكنا كلنا متلمين. كان يوم حلو قوي قوي قوي. يا رب دايما نكونوا متجمعين ودايما نكون جنب بعض كده ومع بعض، اللهم امين. فحبيت بقى النهارده اشارككم بقى كده. بصوا كنت جايبه للولاد ايه يوم الوقفه، جبت لهم كده كيسه فيها شويه بونبوني لب، حاجات كده حلوه للولاد. فانشغلت جدا من يوم الوقفه، كنت بفرش وكده برضو، فما عرفتش بيني وبينكم ان انا ارصهم لهم او احطهم. فالنهارده الصبح قالوا لي ماما وبعدين يا ماما انتي مخبيه الكيسه مننا ولا ايه يا ماما، ايه مش عايزين ترصيهم؟ فيلا بينا كده اروح ارصهم لهم، اللي هيضربوني وعايزين ايه ياخدوا الحاجات الحلوه. انتوا عارفين ولاد وكده وعايزين يعني ايه، بيحبوا البونبوني والحاجات الحلوه وكده. فيلا بينا كده هرص لهم. وكمان كنت عامله ترمس وعامله حلبه، طريقتهم تحفه جدا، حلوين قوي. الطريقه طبعا عندكم على القناه برضو لو حابين ايه تشوفوه تعملوه. يلا بينا كده نرص الحاجه اللي هنتضرب، ويلا بينا ونشوف هنعمل ايه ونجيب ايه. يلا بينا. حبيت اصبح عليكم بس اقول لكم كده صباح الفل وصباح الجمال. يلا بينا نطلع على السفره كده ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. صباح الفل. يلا بينا كده نبدا الفيديو ونشوف بقى ايه جبت ايه وهحضر لهم ايه بقى. تسالي العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا النهارده للفيديو لايك وشير. لو أول مرة بتنوروني في قناتي وأول مرة بتشرفوني، ما تنسوش الاشتراك من كلمة اشتراك اللي هي تحت الفيديو على طول دي بالظبط. أيوة هي دي كلمة اشتراك، اضغطوا عليها واختاروا منها كلمة الكل عشان كل فيديو اعمله يوصل لكم إشعار بيه. وتشوفوا الفيديوهات وتقولي رأيكم فيها ايه. يلا بينا كده نشوف ايه جبت ايه وعملت ايه. طبعا الحاجه دي زي ما قلت لكم انا كنت جايباها من يوم الوقفه، بس وقتي ما كانش سامح ان انا اعملها. يا دوبك الايام كانت ضيقه وكده، ويا دوبك كان يوم الوقفه عبات ما فرشت الشقه وروقت وكده. لان انا فرشه الشقه يوم الوقفه. يعني كنت بادئها كمان من قبل الوقفه بيوم بالليل، اللي هي ليله وقفه عرفه. حاولت ان انا اعمل كام حاجه، علقت الستاير وعملت شويه حاجات وكملت تاني يوم بقى، فما لحقتش ان انا افرد لهم الحاجات دي او اعمل لهم التسالي. اول حاجه كده كنت جايبه لب ابيض، وجايبه لب اللي هو عبادي الشمس ده، او في ناس بتسميه بالعصافير، انا ساعات بقوله كده بس ده لا، ده عباد شمس يعني مملح. كمان جايباه من المقله، وجايبه لب ابيض. وجبت لهم كده ايه كام كيس بونبوني هم بيحبوه. جبت بالفواكه. جبت كده توفي كده، عارفين بالصوب الكراميل كده حلو طري كده، نوع جميل قوي. ايوه هو ده. بصوا ايه رايكم؟ حلو صح؟ انا عارفه هما بيحبوه، يعني بتبقى حاجه طريه كده. يعني الولاد انتوا عارفين بيحبوا ايه الانواع البونبوني وكده. فانا قلت اجيب لهم كده شويه تسالي بما اننا في العيد وكده. كانوا خلاص هيضربوني، يعني عايزين ايه يقولوا لي يا ماما انت نسيتي يعني لحد النهارده. انا كنت ناسيهم بجد. جبت شويه الحاجات دي وحطيتهم يعني في الكيسه زي ما هم، كنت حطاهم فوق التلاجة يعني. فلحد النهارده بيقولوا لي ماما هو انت مش كنت جايبه لب، هو انت مش كنت جايبه بونبوني، هو فين؟ قلت لهم والله كويس انتوا فكرتوني، انا كنت ناسياه خالص. يعني زي ما قلت لكم انشغلت امبارح بقى اول يوم العيد وكده. فما يعني لما كمان خلصنا اللي ورانا وكده وطلعت يا دوبك منتجت الفيديو عشان ينزل لكم امبارح وكده، ونزلته فعلا ونسيت بقى، فرحت نايمه يعني بيني وبينكم، دخلت نمت فنسيت. فالنهارده بقى لا، قلت خلاص ما بداش ما يضربونيش. رحت مطلعه لهم كده، حطيت لهم على السفره. طبعا انا متعوده بعمل كده في عيد الصغير والعيد الكبير، بجيب لهم شويه بونبوني، يعني حاجات بسيطه. بصوا يعني باي حاجه بسيطه ممكن تفرحي الولاد. انا عارفه ان الظروف ما تسمحش والدنيا غاليه وكل حاجه، بس لو بصي من كل حاجه كده كيس بونبوني صغير الولاد تفرح برضو، يحسوا برضو بفرحه العيد. فانا متعوده بجيب لهم كده مثلا كيسين بونبوني اي حاجه برضو على قد امكانياتي، واحطهم لهم كده على السفره على ترابيزه على اي حاجه قدامهم، بحيث ان هم يكونوا هم قاعدين في البيت رايحين جايين ياخدوا اللي هم عايزينه. فانا كنت جايبه نوعين بس لب، اللي هو الابيض وعبادي الشمس، وجبت نوعين برضو توفي او بونبوني، هما نوعين او 3.
حطيتهم كده. بصوا في بتاعه التوزيع دي كده انا جايباها حلوه قوي. بتحطي بقى مثلا فيها اي حاجه، لب سوداني، بونبوني، مكسرات، حلويات. لو حطاها مثلا في العيد الصغير ممكن تحطي كحك فيها وبسكوت، تحطي فيها اي حاجه انت بتحبيها، دي بتنفع معاكي في اي حاجه. تمام. وكنت هنا كمان عامله لهم ترمس، انا برضو منزله الطريقه هتلاقوها على القناه برضو عندي. وعملت شويه حلبه، الحلبه المنبته حلوه قوي. بصوا انا بعملها في العيد الصغير والعيد الكبير. زي ما بقول لكم كده شويه عادات كده لازم ايه بعملها يعني، سواء حتى ما جبت لهمش بونبوني او جبتش اي حاجه. لازم اعمل في العيد الكبير والعيد الصغير، يا ربنا ما يقطع لنا عاده ابدا. بجيب كده ترمس واعمله، الترمس اللي هو السريع او اللي هو الحلو اللي هو بسرعه يعني يتعمل معاكي في يوم واحد تعمليه. تمام. برضو الطريقه عندي على القناه هي والحلبه لو حابين تعملوها. يعني الترمس ده انا عاملاه قبل الوقفه بيوم، برضو في يوم يعني خلص معايا. بصوا في ساعة، هي في ساعة بالظبط يعني قعدت وعملته وخلصت. وبرضو الحلبة نفس الحكاية، بتقعد من 3 ل4 أيام. فعملت لهم كده طبق للحلبة، وطبق برضو حطيت فيه برضو ترمس، وحطيت برضو بونبونية حطيت فيها البونبوني، وحطيت واحدة تانية فيها لب، شوية لب أبيض برضو وشوية لب عباد شمس، أو مش عارفة قولولي بقى بتسموه ايه. انا بسميه ساعات بتاع العصافير مش عارفه، بس ده لا ده مملح يعني من عند المحمصه، من عند يعني المقله. تمام. كده رصيت الحاجه، يعني حاجه بسيطه وفيديو بسيط النهارده، يا رب يعجبكم. حبيت كده اشارككم كده فيديو بسيط تشجيعيا وحاجه بمناسبه العيد. يعني كل سنه وانتم طيبين، يا رب عيد سعيد علينا وعليكم، اللهم امين. يا ربنا يجعل كل ايامنا كده فرح وسعاده وهنا واعياد، اللهم امين علينا جميعا. هنا بقى جبت بص ليمونه، رحت قطعت ليمونه غسلتها وقطعتها وحطيتها كده مع الترمس، عشان اللي حابب بقى يحط عليه ليمون. تمام. انا طبعا محطه يعني عامله له الملح بتاعه، محضره الملح بتاعه كل حاجه. انا لما عملته حطيته في العلبه بحط لها معلقه ملح، بحيث برضو ايه اظبط الملح بتاعي. لو حد حابب يحط بقى ملح عالي مفيش مشكله. ودي الحلبه بصوا كنت باخد منها باكلها، بصوا حكايه بجد حلوه قوي. في حاجات كده لازم بعملها في العيد، لازم يعني اعملها، الترمس، الحلبه، الحاجات دي. حد زي ما قلت لكم لو انا ما جبتش بونبوني او جبت حاجات بسيطه على قد امكانياتي، انت ممكن تفرحي الولاد برضو بحاجات بسيطه جدا. ممكن بلاش تعملي حاجات دي، ممكن تعملي لهم مثلا رز بلبن، ممكن تعملي مهلبيه، ممكن تعملي ايه تاني، ممكن تعملي جيلي، ممكن تعملي ايس كريم. اعملهم اي حاجه حلوه بحيث ان الحاجه تبقى عندك انت عاملاها في بيتك مضمونه، عارفه انت عاملاها ازاي، وفي نفس الوقت برضو تفرحيهم. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم. اسيبكم في رعايه الله، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.